في لعيبة كتير العالم اتعرف عليهم وهم بيجيبوا جوان عالمية في ملاعب عالمية، بيرفعوا كؤوس، الجمهور بيحييهم وينادي باسمهم، بس محدش يعرف هم جم منين ولا حياتهم كانت ماشية ازاي مثلا. عشان كده الفيديو ده عن ناس جابتها من الصفر. من الصفر ايه ده، من تحت الصفر كمان. ناس كانت بتحلم بس بفرصة عشان يوصلوا لحلمهم، ويوم لما الفرصة دي جت مش مسكوا فيها، ده ولعوا في الدنيا كلها لغاية لما حققوا حلمهم. عشان كده نقولوا بسم الله ويلا نبدأ مع أول لاعب معانا. رياض كان طفل عادي في فرنسا، بس كان بيحلم يبقى نجم. ابوه مات وعنده 15 سنه، وهو كان متعلق جدا بابوه، وابوه كان حلم حياته انه يشوف ابنه لعيب كوره كبير جدا. بعد موت ابوه اتاثر جدا، بس بعديها حلف مليون يمين انه هيحقق حلم ابوه وهيبقى لعيب كوره كبير جدا. بدايته في عالم المستديره انديه كتير رفضته بسبب ان كان جسمه ضعيف، بس لما راح ليستر سيتي فاجئ الكل. ليستر سيتي وقتها اصلا كان لسه طالع للبريمير ليج حديثا، ومحدش كان متوقع اللي حصل. الدوري الانجليزي واحسن لاعب في الدوري الانجليزي، وكان حاجه ملهاش حل. ليستر سيتي واللي عمله رياض محرز في الموسم ده كان اعجاز حرفيا. طبعا بعد كده راح مانشستر سيتي، وجوارديولا دمره حرفيا بقعدته على الدكه، مع ان رياض محرز ده من احسن اللعيبه المهاريه اللي شفتها في حياتي. اللاعب التاني معانا هو جيمي فاردي، اللاعب اللي انا بحبه جدا جدا جدا، صاحب المبادئ اللي كسر عالم المثليه وكسر الدوري الانجليزي وما فرقش معاه حد. انت تخيل عزيزي المشاهد ان جيمي فاردي كان شغال في مصنع جبس. والله كان شغال في مصنع جبس، وكان بياخد في الاسبوع 30 جنيه استرليني. كان بعد الشغل بيروح يلعب في فريق درجة تالتة كده، وحالته كرب يا عيني. يعني لو انا شفته كنت اديته حاجة في ايده والله. اللي انت ما تعرفوش كمان انه كان بيروح التمرين مع فريقه بحزام بتاع المراقبة، لانه كان اصلا محبوس وعليه قضية وحالته حال. برغم ان كان سنه كبر، واي لاعب غيره هيقول خلاص بقى الكرة مش مستقبلي، لكن هو صدق حلمه. وطبعا كلنا عارفين عمل ايه في نفس الموسم بتاع رياض محرز، ويخرب بيت دي ثنائيه كسرت الدوري الانجليزي كله، وطبعا فاز بالدوري الانجليزي، وكان واحد من نجوم الدوري الانجليزي وهدافين الدوري الانجليزي، واهدافه ما تتنسى. حرفيا من اجمد القصص الملهمه اللي انت ممكن تسمعها في حياتك. اللاعب الثالث معانا وهو ساديو ماني، من اللعيبه اللي بحبها وبحترمها جدا بسبب الحاجات اللي بيعملها واللقطات اللي بيعملها بره الملعب، لكن محدش يعرف الراجل ده اصلا جاي منين. ده حياته كانت كرب حرفيا. الراجل ده كان عايش في قرية ما فيهاش ولا مية ولا كهرباء، يعني حالة ضنك في قرية بسيطة جدا. وكمان كان حلم حياته يروح يلعب فين؟ لا مش في تشيلسي ولا الريال، كان يلعب في دكار عاصمة السنغال عادي جدا. وعلى فكرة راح اختبر ومشوه وضحكوا عليه بسبب ان هدومه كانت مقطعة، ما يأسش وراح اختبر تاني واتقبل، ومن هناك راح على النمسا سالزبورج، وبعد سالزبورج طبعا راح ساوث هامبتون، وبعد ساوث هامبتون طبعا الليفر، وما ادراك في اللي عمله في دوري ابطال ودوري انجليزي. وكان واحد من احسن اللعيبه في البريمير ليج، بل في ناس بتصنفه انه من احسن الاجنحه اللي جت في تاريخ البريمير ليج اصلا. طبعا غير اللي بيعمله بره الملعب لبلده في السنغال، مستشفيات ماشي، مدارس ماشي، مساجد ماشي، يصرف على ايتام، حاجه قمه قمه في الاحترام والجمال والدين الاسلامي كما ينبغي. عشان كده بحبك يا ساديو ماني. ورابع لاعب معانا النهارده وهو نجولو كانتي، اللي هو صغير، كان حاجه قصيره كده خالص، هادي خجول، ما بيتكلمش مع حد. محدش كان يتوقع انه لما ينزل الملعب يبقى بخمس رئات كده، حاجه ما بتتعبش، حاجه مش طبيعيه، بياخد الملعب رايح جاي ممكن 15 مره، حاجه بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يستر عليه. بعد اللي محدش بقى يعرفه ان كانتي طفولته كانت صعبه فوق ما تتصور. كان ممكن يشتغل اي حاجه عشان يجيب قرش، اشتغل يلم زباله، اشتغل في غسيل الصحون، كل ده عشان يساعد اهله. وطبعا كلنا عارفين بدايه تألقه ونجوميته كانت فين. ليستر سيتي. الفريق ده تقريبا طلع من قلب المعاناه، من كتر اللعيبه اللي طلع عين ابوها عشان تبقى لعيبه كوره، عملوا حاجه تاريخيه. وبعدها راح تشيلسي، اخد معاهم دوري ابطال اوروبا، واخد مع فرنسا كاس عالم، وكان من نجوم المنتخب الفرنسي، ولغايه دلوقتي لسه بيتمرن زي ما هو في اتحاد جده، وحاجه بسم الله ما شاء الله على تواضعه، ومحدش بيكرهه وكل الناس بتحبه، وانا الصراحه بحبه جدا جدا. كانتي ده مثال حي ان الجديه والنيه الصافيه توصلك لاي حاجه في حياتك. اسلك بقى لا تهلك.
الاخير معانا النهارده وهو كارلوس تيفيز. كارلوس تيفيز اتولد في حي في الارجنتين، مفيش اخطر من كده، لدرجه ان هم كانوا بيتعاركوا تحت البيت عندهم، ولعوا في البيت بتاعه وهو اتولع فيه ووشه اتشوه وحاجه واحد زي ده اتولد وسط فقر وعنف وبلطجه، يا اما هيبقى لعيب كوره وتبقى الخلاص بالنسبه له، يا اما هيتقلب على ابراهيم الابيض، مفيش حل تاني. اختار السكه الاولى وراح اختبارات بوكا جونيورز واتقبل، ومن بعدها اسبانيا بقى والمانيا وانجلترا والبرازيل، لف العالم كله حرفيا، من اليونايتد للسيتي لليوفي لبوكا جونيورز تاني لما كبر. وحرفيا مفيش نادي راحه الا لما كان هو نجم الفريق. ده بالنسبه لي مش مجرد مهاجم، ده واحد طلع من نار الفقر للنجوميه. اللعيب من اللي كانوا معانا النهارده كان ممكن ييأس، كان ممكن يستسلم، لكن اللي ما يعرفوش الناس انك مش لازم تبقى مولود نجم عشان تبقى نجم. ما هذا والله نفس المعنى. عايز اقول ان الطموح والاصرار هو اهم حاجه اصلا في الحياه عموما. ما تنساش بقى يا عم تعمل اللايك والاشتراك والفولو واعجبني باللغه العربيه والانجليزيه وكل حاجه تتخيلها. صلي على النبي وتوحد الله، اهم حاجه في يومك. ما فيش يوم تعدي لما تصلي على النبي وتوحد الله وتقرا صفحه من القران على الاقل، وتدعي لاهلنا في غزه ربنا ينصرهم، وادعي على اللي ما يتسموش. واشوفك في فيديو تاني ان شاء الله، وسلام.